لا انت جحده جحده بجد. في واحده بتقول عندي اخت جوزي عايشه معانا في نفس البيت، وهي بصراحه بنت مؤدبه وشكلها حلو وكمان شاطره جدا وبتساعدني في كل حاجه، حتى لما اجي اقول لها على اي حاجه بتسمع كلامي وما بتراجعنيش. بس بصراحه انا بغير منها جدا عشان شكلها احلى مني، وكمان كل الناس بتحبها وبيفضلوا يجيبوا لها فرسان ويهتموا بيها وكده. وانا من غيرت منها بقعد ازن على جوزي وبقول له ان الشباب اللي بيتقدموا لها دول مش مناسبين ليه، وبفضل اقول له كده لحد ما يقتنع وبيرفض. المهم ان من حوالي اسبوع اتقدم لها ظابط ومن عيله غنيه جدا ومعروفه قوي في البلد. واللي مضايقني اكتر بقى انه اختارها هي وما اختارش اخت انا. بصراحه مش عايزاها تتجوز في عيله غنيه، انا نفسي تتجوز واحد على قد حاله عشان تتبهدل وتحس انها اقل مني، ومش عايزاها تكون احسن مني ابدا. مش كفايه الناس كلها بتحبها هي وانا لا؟ انا نفسي اعرف بس هم بيحبوها على ايه. انا بعت القصه دي علشان محتاجه بس منكم انكم تقولوا لي على حل مقنع اقدر افسخ بيه الخطوبه بتاعتها قبل ما تتم، عشان انا بصراحه مش عارفه اتحجج لجوزي زي كل مره على اساس يعني ان خايفه عليه، واقول له انه ما يوافقش عليه عشان هم ناس غريبه واحنا ما نعرفهمش، واشور عليه يجوزها لاي حد من جيراننا بحجه يعني انها اخته الوحيد ولازم تبقى تحت عينه طول الوقت. ولا مش عارف اقول له ايه بالظبط. انا حرفيا هتجنن لو الخطوبه دي تمت ومش عارف انا ممكن اعمل ايه. انا عن نفسي بقول اسيب لكم انتوا الطلعه دي وتردوا عليها انتوا بقى عشان احنا في ايام مفترجه.